عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طبتوا كيف انتم؟ عافيكم. اقعد الله يا يحييكم. رجال. سلامة الجميع. قال يسلم. نسأل الله رب العرش العظيم انه يوفق المتخرجين. الله يسمع منك. وان ييسر عمرهم. الله يسمع منك. لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. نيابة عن اخواني كبروني بالكلام وهم اطلق مني. سديد ومطلق يا ابو سعد. ما عليكم زود. قلنا مشاركة ومباركة لاخونا عبد الرحمن بن سعد بن فالح بن جبار واخوياه، ولا ننسى الاخ عايض. ندعي الله له ان يبارك له في ماله وعياله ولا يستغرب الطيب من اهل الطيب. وسلامة الجميع. من قال سالم. يا عبد الرحمن ظهر علينا، معنا لك هدية رمزية مشاركة. الله يبيض وجهكم من يا اخوياك اللي تشوفهم اخوانك. الله يبيض وجهكم يا اخواني ويجمل حالكم، والله يا حضوركم ذا الليل انه اكبر شرف لي انا يا عبد الرحمن. بيض الله وجهكم. الله يوفق الجميع وتستاهلون، والله يوفقكم ويسر امرنا وامركم. السلام عليكم. هذه هدية تذكارية ولا جودنا الا من جود اخواننا، الله يوفقهم ان شاء الله. رمزية محبة، ولا اعطاك اكثر من كذا يا ابو سعد. تسلمون. والله يا حضوركم. ونتمنى لك التوفيق انت واخوياك. والله يا حضوركم انه اكبر. محزمك للضيق وفد الشدايد جمال الراسيات. يا سلام الرحل الليل يا جالس المهايب. علوم شويش. عمك من المجبل يا عواذب اللذب. حمني عمه بني مجبل يا عواذب اللذب. محزمه في الضيق وقت الشدايد جبال الراسيات. مرحبا بكم. الله يعافيكم. السلام عليكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ كيف انتم؟ ماجورين؟ الله يعافيكم. سلامتكم. هات في خوياي جاتنا دعوة يا فارس بمناسبة تخرجك. ألفينا مباركين ومشاركين ونقول لك ألف مبروك. سلامتكم واللي يسمع. الله يحييكم ولا يهينكم يا شيباني ويا ربعي، يا مرحبا ومسهلا. زلوا الله يحييكم. ألف مبروك. الله يحييكم ولا يهينكم. زلوا اللي معك. طيبين. كيف انتم؟ ماجورين. الله يسلمكم. الله حيهم. حياك الله. واشحالكم جميع. مساكم الله بالخير. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق المتخرجين جميع. الله يحييك. الله يحييك. يا سعد سلامتكم ويسمع. عندنا لك هديه من العقاب من ابوك وعمانك وعيالهم، وتستاهل التقدير، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وهدية خاصة من عمكم محمد. الله يبارك فيكم ويجمل حالكم. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء نشكر اللي قائمين على هذا الحفل، والله يوفقهم، وهذا من العلوم الطيبة، جزاهم الله خير. ونتمنى للمتخرجين التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله مزيد من العلم والتوفيق. ومعنا لك هدية يا أبو عبد الله
باسم الربع آل نسيم اللي في المنطقة الشرقية درع ومشاركة، ولا هديتك أكبر من كذا؟ والله الله يهينكم ويجمل حالكم ويبيض وجيهكم ووافيني يا ربعي وافي. الله يعافيكم. السلام عليكم. السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. كيف انتم؟ عافيك. طيبين. طاب الله فيك. واجمعهم على خير. والله يوفق ذو الوجيه. يلا حيهم. ومبروك التخرج. الله يبارك فيك. ومستقبل ان شاء الله زاهر اللي بيلحقون ان شاء الله. الله يطول عمرنا نفداك. تفضلوا نفداكم، تفضلوا يلا حيهم. يا عجوز الشعر هاتي سمعنا القصيد البيوت الجزيلة حان مجوبها مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ودنا ضل بروق بعلي صوبها يا رجال الله في الوقت راين سديد الفخر والوفا والطيب مطلوبها في حفل عزوة ترقى بمجد تليد نارها للمعالي شبت شبوبها ملتقى اللي على العليا لا يمكن تحيد اجتمع راياها للعز وقلوبها وقفت اهل الكرم والطلع اكبر رصيد تدفع المال فالعزم من جوبها فالزمان الرخي ولا الزمان الشديد كل ما ثقلت الحملات قاموا بها والتهاني تساق ليلنا ليل عيد يا رجال صروح العلم فازوا بها والختام رحب وترحيب نورا يزيد عدنا ضل بروق بعليه صوبها والختام رحب وترحيب نورا يزيد عدنا ضل بروق بعليه من عليكم يا شباب المراجل يوم لهم والوطن خادمين سلام عليكم يا شباب المراجل يا زمان لهم والوطن خادمين مرحبا بكم. مرحبا يا ضيفان مرحبا. الله يعافيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيبتوا كيف انتم؟ عافيك. طيبين. طاب الله فيك. الله يمسيكم بالخير. خير والعافية. نقول الله يبارك فيكم هذا الشباب الف وربعكم اللي تشوفونهم واخوانكم المعمر الحاضرين مسلمين وجانا خبر انكم ما اخذتوا من حد شيء ولا ودنا مشاركين معكم وحنا معكم قلب وقالب. سلامة الجميع. الله يهيك. حضوركم اكبر شرف نفداك. قلتوا نفداك. جلوا الله يحييك. جلوا يلا حيهم. مرحبا الف. ارحبوا ما في امل ندخل الصوت داخل.
تحفر لمن في وطننا وانصر الدين والمسلمين. مرحبا بك مرحبا يا ضيوفنا مرحبا. عتلة السلام عليكم. بالسلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم ويبقيكم مجرين يا الربع. مساكم الله بالخير. الله يعافيك ويسعدك النور. والله يجعلها الف مبروك. الله يبارك فيك. جينا نبارك لكم يا الرفاقة ونفتخر فيكم وانتم لنا ناموس، والله يزيدكم ويوفقكم وسلامتكم. ولا يهيك. لا انت والله يحييكم تحيات المطر. باب العطاء مقفول ولا كان بنا يجتمعنا وعطينا. الله يطول في عمرك. يا مرحبا ومسهلا، وصولكم اكبر عطاء يا مرحبا. زلوا يا رب. الله السلام عليكم. سلام، كيف انتم يا رجال؟ طيبين؟ طاب الله فيكم. ماجورين؟ الله يعافيكم. مساكم الله بالخير. خير العافيه. يلا صلوا حيهم. على النبي. اكفي خوياي خدمه ماني بطلقهم لكن شاعرهم ولسانهم لا عد كل لسان. ونعم. عزمتونا يا قحطان والفوا اللي تشوفوه من شهران، يباركوا لي الخريجين والله يوفقهم في الدنيا وفي الاخره. انتم عزمتونا من وفاكم وحنا قبلنا من غلاكم وعفاكم ولا شر جاكم. يلا لا تهينهم جميع. الله يحييكم كثر خير. تفضلوا نفداك. الله يحييكم يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. يلا حيهم. الله يبقيكم. الله يعافيكم. مرحبا بك. مرحبا يا ضيفان ارحبوا. ابقهم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيك. طيبين. كيف انت؟ ماجورين. الله يسلمك. يلا حيهم. يلا ابقهم. جالكم ذا الشان والله يجعلها على مرضاة الله. والله يبارك للمتخرجين ويوفقكم جميع فيما سعيتوا له. الله يبارك فيك. احنا بني عمكم آل الشواط، مقرن الشواطي واخوه محمد الشواطي. ونعم معروفين يا مرحبا ومسهلا. سعد بن مشهور وولدنا. ونعم. فينا مباركين ومشاركين. الله يبارك فيك ولا يهيكم يا مرحبا ومسهلا. جل الله يحييكم. الله يعشر اخطاكم يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم. جينا مشاركين ومباركين والله يوفقكم جميع. وهنا هدية نخص بها عبد العزيز ولا انكم تستاهلون كلكم والمعذرة نفدى وجيهكم. الله يحييكم والله يهيكم ونفداك. يا مرحبا ومسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأسفر وصلاة وسلاما على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سيف للحق وأبحر وما على نجم في سماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا وحيا هلا بكم ونقول لكم نزلتم أهلا ووطأتم سهلا. أهلا بكم حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر البدر أمسى مشرقا بقدومكم والليل قد حل مضيئا يسفر. سلاما ومرحا بمن جاءنا ولبى النداء فطاب الهنا فأهلا نزلتم هنا عندنا وسهلا حللتم هنا بيننا. ضيوفنا الأكارم، حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، ها هو ملتقى أبناء قبيلة قحطان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أتى اليوم لينثر لكم الدر والياقوت بعد أن مخرت سفينته عباب بحور العلم والمعرفة خلال 4 أعوام منصرمة، وهي بأبناء هذا الملتقى تمضي بثبات ورباطة جأش لتتحدى الصعاب وتتجاوز العقبات لتصل لبر الأمان ولترسو في ميناء النجاح والتفوق وتنير سماء الفرح بالتخرج. بعد أن غمر سفنها وصابروا ليأتوا بالجديد من الجواهر الأصيلة لتنضم بمجموعها
خريجي عام 1434 للهجرة من جامعتنا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتكرم اليوم من استحق التكريم بنجاحه، ومن استحق التكريم لوفائه لمن حوله، ومن شرف لتكريم هذا الملتقى الشامخ. في ملتقى قحطان كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بذا الميعاد، فلقاؤنا حب وأنس زانه، علم على فوق البرية بادي. أيها الحفل الكريم، كلمة ملتقى أبناء قبيلة قحطان بجامعة الفهد يقدمها حسين بن علي بن هطلة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وأخوانه. أما بعد، نشكر حكومتنا الرشيدة، وعلى رأس قائدها خادم الحرمين الشريفين وعلى رأس قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، التي تسعى إلى توطيد الأمن والاستقرار وتذليل كافة الصعوبات للحصول على التعليم المنافس. وهذا ما يبدو واضحاً وجلياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومنسوبيها. وأبارك للخريجين في هذه الليلة، وفقهم الله في حياتهم العملية، وأشكر من أعماق القلب الشيخ سعود بن سعيد بن دليم على هذه الرعاية المباركة. ونشكر جمعية ابن المبارك التي تمثلت في جهود الدكتور عايض بن فرحان القحطاني، الذي دعم هذا الملتقى وساهم في إنجاحه بكل الطرق والوسائل. والشكر موصول لفريق العمل المصاحب له، كما أننا ندعو الله سبحانه لوالدته بالشفاء العاجل. حينما ترسخت معاني الأخوة الإنسانية وازدادت رسوخاً عندما عانقت شباباً متألقاً بكل ما يميزه عصره من المعارف والمهارات الحياتية، وأضفت عليها روابط أبناء العمومة طابعاً من التقليدية، وامتزجت بعاداتنا وتقاليدنا التي حثت على مد يد العون للصاحب والغريب، وحملت فكراً واضحاً جلياً لا ميل فيه ولا تغريب، ونبذت العصبية الهدامة التي تمزلقت بها كذباً وزورا شبيهاتها في الزمن المعاصر القريب. وفي الختام، شكراً لمن ساهم في إنجاح هذا الملتقى، وشكراً لرؤساء اللجان المنظمة وللأعضاء الفاعلين الذين قدموا الغالي والنفيس وشاركونا بأوقاتهم وبذلوا من الجهود ما الله به عليم. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على جادة الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقى أبناء قبيلة قحطان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فكرة أشبه ببركان خامد في داخل كل من أمرها يهمه. وبقيت فترة ليست بالقصيرة حتى تأجج لهبها وتقاذفت حمامها بغضب ساكن، وانفجرت ثائرة على يد أحدهم ليعقد أول لقاء تحت هذا المسمى، ويجتمع بأول الأحبة ليهموا ببناء صروح المجد سوية. مرحبا بالقريب ومرحبا
وحينما كانت رابطة الدم وأبناء العمومة هي الهدف الأولى والغاية المثلى، درست بعقلية عصرية دراسة موضوعية، فما بين ترحيب بمستجد قطع المسافات وجاب الطرقات حاملا هم بناء مستقبله، ومتعديا ذلك إلى تكريم خريج قطع مفازه وأحرز شرفا ونال درجة لم ينلها الكثيرون من أقرانه في عصره. في حفل عزوة ترقى بمجد تليد نراها للمعالي شفت شبوبها. الحلم والفكرة والمشروع لن ترى النور ولن ترى ميلادها الأول قبل أن نؤمن بها. ملتقى أبناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فكرة وحلم بزغ بين يدي أخي المهندس محمد بن جعفر، وتوارث هذا الحلم أشخاص حملوا نفس الحلم وسعوا لإنجاح هذه الفكرة. بحكم تولي للتنسيق بعد أخي محمد رأيت الفارق الكبير في عدد المنتمين لهذا الملتقى، حيث بدأنا باجتماعنا الأول بحوالي 44 شخص حتى وصلنا إلى أكثر من 200 شخص، وهذا يدل على نجاحات الملتقى المتتالية وظهور أصداؤه إعلاميا بعد دعم مشايخ وأعيان القبيلة له. ختاما لن أنسى الجنود المجهولين الذين سعوا ويسعون ليلا ونهارا لإنجاح هذه الفكرة ولخدمة إخوانهم ألا وهم فريق العمل. أقول لهم شكرا، وعلى منصات العز نلتقي. على العليا لا يمكن تحيد، اجتمع رايا للعز وقلوبها، وقفت أهل الكرم والطلع أكبر رصيد تدفع المال فالعزم من جوبها. حظيت برجال أهمهم علو هذا الصرح ونماؤه، غرسوها بتربة الإبداع وسقوها بماء الصدق، وأثمرت ثمرتين كان نتاجها هو الاحتفاء بأبناء هذا الملتقى ومن يعنى بشأنه، ونبذت التعصب والعنصرية المقيتة، وغرست الألفة والترابط والتعاون على البر والتقوى. لم يكن اللقاء هو الهدف وحده، بل تعدى ذلك إلى خدمة المصالح الأكاديمية ومد يد العون والمساعدة لبعضهم البعض، حتى تغلب الكثير منهم على مصاعبه الدراسية التي واجهته حينها. وبالرغم من وجود منعطفات اختلفت زوايا حدتها وانفراجها، غير أن تلك المنعطفات في أسوأ الأحوال لم يتوانى المؤمنون بها وبمعتقداتها، ولم يتخاذلوا عن دفع عجلة رقيها، حتى أصبحت على ما ترون بيرق يشار إليه بالبنان. أفنى القائمون على هذا الملتقى جهودهم المتتالية ليظهر كل لقاء خير من سابقه، وبجهود متواضعة واجتماعات تنظيمية تسبق موعد الملتقى ودعم وتمويل بشكل فردي. فالزمان الرخي ولا الزمان الشديد، كلما ثقلت الحملة تقاموا بها. وفي اللقاء الثالث حلت البهجة وعم البشر حين شرف ملتقاها رمز من رموز القبيلة وأعيانها، ساهم وجوده بشكل كبير في انتقال الملتقى لمستوى أرفع بكثير مما كان عليه في السابق. تهاني تساق ليلنا ليل عيد، يا رجال صروح العلم فازوا بها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة تلقيت دعوة منكم أنتم طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. على ما أعتقد العام نعتبر الفكرة أنتم من زرع بذرتها. كانت لي الفرصة أن أتبنى الفكرة، عرضها على الدكتور عايض الفرحان، والحقيقة نعتبر الدكتور عايض هو من دعم الفكرة وتبناها كذلك. ولهذا الرمز
الدور البارز في مسيرة هذا الملتقى، حيث قام بنقل الصورة الواضحة لأحد أيدي الخير وكبار الشخصيات المرموقة اجتماعيا واقتصاديا. نتمنى إن شاء الله أن تكون بداية مبشرة، نكون المستقبل إن شاء الله إلى الأجمل. هناك في القبيلة من يستحق التكريم من الطلبة، من دكاترة، مهندسين، طلبة متفوقين في الجامعة، في المدارس. نتمنى السنة القادمة إن شاء الله أنها تشمل الكليات وتشمل بقية الجامعات اللي موجودة هنا، مشايخ العلم، مشايخ الدين، كذلك هناك مشايخ القبائل من يستحق التكريم والتقدير. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. أكرر شكري لكم أنتم شخصيا الطلبة، أتمنى لكم التوفيق. نقول للخريجين حياة علمية عملية إن شاء الله موفقة، والذين لا زالوا على مقاعد الدراسة نتمنى لهم التوفيق والنجاح. أكرر شكري لكم، والسلام عليكم جميعا. أبدى الراعي الرسمي لهذا الملتقى وصاحب اليد البيضاء في سيرته استعداده التام للقيام بدعمه، وجاد بكرم سخي لم نعلم له من قبل مثيل. وقفته للكرم والطلع أكبر رصيد، تدفع المال فالعزم من جوبها. فاستبق الميدان بخطى واثقة وكسب الرهان ليضعا هذا الملتقى نوط أعناقهن، حتى أصبح في أوج عزه وحازا بذلك ثناء محمودا وسؤددا ممدودا. عقد الملتقى 6 اجتماعات لمدة 3 سنوات متتالية بمعدل اجتماع واحد لكل فصل دراسي، ورتب ذلك للترحيب بالطلاب المستجدين بداية كل عام دراسي وتكريم الطلاب المتخرجين في نهايته. وتعود القصة الأسطورية لهذا الملتقى ولمعاناة اللجان المنظمة، حيث كان غياب الدعم يشكل عائقا كبيرا، وبعد أعيان القبيلة ووجهائها والإعلام المغيب الذي لم يرى الجميع دوره البارز، ولم يجعل من هذا الملتقى محطا للأنظار. ملتقى أبناء قبيلة قحطان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن قصة أسطورية لم تكن لدى المهندس محمد بن شايع بن جافل وحده، بل كانت لدى الجميع، ولكنه الشخص الذي بادر بهذه البادرة الجميلة فيستحق عليها الثناء والشكر. في الحقيقة واجهنا عوائق شديدة وصعوبات، لولا فضل الله سبحانه وتعالى وفريق العمل وجهوده المتضافرة ما استطعنا التغلب عليها. منها على سبيل المثال للحصر طريقة التواصل مع الطلاب المستجدين، وكذلك التواصل مع الطلاب الخريجين، كذلك تحديد عدد الأشخاص ومكان التواجد. واجهتنا عوائق نحمد الله أننا قد استطعنا التغلب عليها في وقت وجيز، وأصبح الملتقى كما ترون في هذه الليلة. شكري لكم. وكيف تغلب أبناؤه على معوقاتهم وبهمتهم العالية وكفاحهم المستمر، بلغ من الأهمية ما ترون في هذا المساء، وتحاشد عليه الحضور ابتهاجا بأبنائه الخريجين، معولين ذلك إلى تشريفكم وحضوركم وللدعم السخي الذي يحظى به وللجهود المتوالية التي ساهمت في إنجاحه. ولا زال يقف شامخا ملتقى أبناء قبيلة قحطان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. والختام مرحب وترحيب نورا يزيد، عدنا ضرب روقب عليه صوبها. والختام مرحب وترحيب نورا يزيد، عدنا ضرب روقب عليه صوبها. عدنا ضرب روقب عليه صوبها. أهلا وسهلا بالضيوف، وهل أرى إلا شموسا مزهرات بالذرى، حلت بنادينا فكان محلها طيبا بمحفلنا يفوح وعنبرا. أيها الحفل الكريم،
اليوم نحن في حفلنا البهيج وليلنا العليل ونادينا المبارك، نحلق بكم في هذا الحفل لنجاوزكم الجوزاء في حفلنا الغناء. فإلى الوارث نصحبكم ومن الندي نحذيكم أزهار محبة ووفاء وعطور رعاية وعطاء، لنرشف منها زهرات البذل الشذية ونستنشق نسمات الوفاء الندية. من راعي هذا المنبر الشامخ الذي آمن برسالة أبنائه العصرية وشد على أيديهم ليحفظوا أصالتهم الحقيقية والمعرفية، فقدم لهم الغالي وأمدهم بالنفيس، بالحب والصدق، بالبذل والنصح، بالمال والحال. إنهما راعيا هذا المحفل الكريم وناديه، إنهما روح هذا النادي وحاديه، إنهما حداء أبنائه وخريجيه. إنهما الشيخ سعود بن سعيد بن دليم والشيخ عائض بن فرحان حفظهما الله ورعاهما. فليشرف موقفنا العظيم بكلمة جلية للشيخ سعود بن دليم، فليتفضل حفظه الله ورعاه مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا لما يرضيه، وأن يجعل محبتنا خالصة لوجهه. الحقيقة لو حضر الدكتور عايض الفرحان ما كان وقفت هنا ولا كان تكلمت، لأسباب كثيرة يعلمها أخواني، أنا ما بقول أبنائي لكن مضرور، وأبنائي الطلبة يعرفون رغبتي أن أكون بعيد من الصورة لأسباب كثيرة. يعلم الله يعلم الله يعلم الله أن الغرض منها هو ما يجمعهم على كلمة خير وعلم غانم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لوالدة الدكتور الصحة والعافية، ولمرضى المسلمين جميعا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا شخصيا مدان بالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهذه الوجوه النيرة